السلام عليكم. اليوم بدنا نحضر مع بعض دجاج بالكريمة والفطر. إشي بيطلع فخم، حابة أشاركه معاكم وتجربوه. بيطلع بهذا الشكل. بعد الفاصل بنشوف الطبخة كيف بدنا نحضرها. نبلش بالمقادير. عندي هون صدور دجاج مقطعين شرائح ستيك. الطريقة هاي غسلتهم مي وملح وخل، وحطيت عليهم بودرة الزنجبير وكمان والملح، وخليتهم شوي وشطفتهم بالمي. هسا بدي أرش عليهم بهارات. عندي هون معلقة صغيرة زنجبير، معلقة صغيرة فلفل أسمر، ملح حسب الرغبة، معلقتين بهارات دجاج. بدي أبهر بيهم الدجاج. طبعا الدجاج تصفى تنشف من المي. معلقة زبدة، بسم الله. وبدي أحط زيت ذرة مع الزبدة، 5 معالق زيت ذرة. وأحط صدور الدجاج. نقلب فيه بس ياخد لون ويستوي الدجاج. بعدين نرجع نحط باقي الخضروات. بدي أرش عليه شوية بابريكا حارة، يعني لو بترغبوا في الحار حطوها، بدكم تحطوا الثانية حطوها كمان. وتضل أشياء اختيارية، البهارات اللي بتحبوا. بنرغب الحر، بنضل هيك نراقبه بس يستوي، ياخد لون ويتحمر، بعدين بنشيله. الدجاج هيك جهز معانا. بدي أشيله وأحط البصل والثوم والفلفل، أشوحهم في نفس القلاية. هاي عندي حبة بصل مفرومة، وعندي فصين ثوم. نكهة البهارات الدجاج ونكهة الدجاج. ونضيف هون عندي حبتين فلفل أحمر حلو وحبة فلفل حر. بعدين نضيف عليهم الفطر. عندي هون علبة فطر معلب. تقدروا تضيفوا كمان الفطر الطازة، أنا متوفر عندي هذا المعلب حاليا. نخلي الخلطة هاي تسبك. بدي أضيف ملح، شوية فلفل أسمر، ما بدي أكتر بهارات، رشة ملح ورشة فلفل أسمر، والبهارات اللي نزلت من الدجاج بتكفي. صلصتنا استوت سبكت. بدي أضيف عليها علبة كريمة طبخ. بسم الله. بدي أضيف قطع الدجاج، ونخلي كل إشي يتسبك مع بعضه ويتنكه من بعضه.
بدنا نرش عليها شوية من البقدونس، تطلع بهذا الشكل، بسيطة وسهلة ولذيذة. أتمنى وصفتي اليوم تعجبكم وتشاركوها مع أحبابكم وصديقاتكم، وإن عجبتكم اكتبوا لي بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.